السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في قناة عالم رجاء، ودائما مع وصفات سهلة وسريعة. اليوم إن شاء الله غنتقاسم معكم جوج الأنواع ديال الشوربات كيجيو من ألذ ما يكون. هذه هي وقيتتهم، كيعطيو الطاقة والدفء للجسم، اقتصاديين وفي نفس الوقت صحيين 100%. كنتمنى انكم تجربوهم، انا متاكده باللي غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو خليوا لي لايك، قولوها لي في التعليق، وبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله. نبداو بالشوربه الاولى اللي غادي نحتاجو فيها حبه كبيره ديال البصل، او ممكن تستعملوا جوج حبات ديال البصله الخضاريه الا كانت متوفره عندكم. غادي نضيفوا ليهم تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، ممكن تستعملوا حتى الزبده. غادي نشحروهم هكا على نار تكون متوسطه حتى يصبح البصل لونه شفاف كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الشوربه راه ديال البسباس، يعني غيكون العنصر الاساسي هو هاد البسباس. غادي نحيدوا ليه هاد العويدات ديالو وغادي نقطعوه رقيق كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للكميه راه درت هنا نصف كيلو، قطعناه رقيق على هاد الشكل هذا. وغادي نضيفوا لهم ايضا حبتين ديال الجزر. المهم الكميه كتبقى اختياريه على حساب نتوما بغيتو ديروا غير قليل او لا كثير. وغادي نضيف ايضا هنا جوج حبات ديال البطاطا، وكل شيء يكون مقطع على هذا الشكل هذا. غادي نضيفوا الملح الكافي اللي كيبقى حسب الذوق، وغادي نضيفوا الابزار. وكيف ما قلت لكم سابقا ما تكثروش فيه حيت كيبان في لاصوب. وكيف ما كتشوفوا راه انا كنخدم غير بالملحه والبزار، يعني ما كنكثروش العطريه وكيجيو لذات بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوا حتى هذه ديال البسباس، راه غادي تعجبكم وما كتجيش فيها داك الجهد ديال البسباس باين. صافي هنا من بعد ما شحرنا الخضر مزيان مع بعضياتها، غادي نمرقوا اولا نضيفوا الماء. ضفت هنا تقريبا 800 ملل ديال الماء، يعني نغطيو على الخضر ديالنا ونخليوها حتى طيب. وكيف ما كتشوفوا يعني بين الخضره طيبه، كنختبروا غير الخيزو هو اللي كيشد لينا الطياب وكينقص حتى الماء ديالها. صافي غادي ندوزو مباشره وهي سخونه. ردوا البال غير مع الكاس ديال العصير ديالكم. وبالنسبه للناس اللي عندهم الميكسور راه كان افضل. غادي نقسم هاد الكميه على جوج، غادي ندير من الخضره ومن المرق، وغادي نضيف لهم كاس ديال الحليب وقطعتين ديال الجبن. ممكن تستعملوا اي جبن متوفر عندكم، حتى هذاك الجبن ديال العلبه. وصافي غادي نطحنوا الكل مزيان وخليوهم تقريبا واحد 3 أو 4 دقائق يطحنوا باش كتولي بحال شكل ديال الكريمه، يعني وكتولي كلها على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا كتكون مهويه وكريميه كيف ما كتشوفوا. القوام اكيد نتوما كتحكموا فيه، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. بما ان العنصر الاساسي هو البسباس، انا اختاريت اننا نزينها بهذوك الوريقات ديال البسباس. شوفوا ما شاء الله القوام ديالها كيفاش كيجي، وكتجي رائعه جدا. غير جربوها على حسابي. وغادي ندوزو مباشره للشوربه الثانيه اللي غنحتاجو فيها حبه واحده ديال البورو اللي كيكون على هذا الشكل هذا. غنحتاجو ايضا حبه ديال البسباس بهاد الوريقات ديالو اولا الشجيره ديالو. غنحتاجو 3 الحبات ديال القرعه الخضراء اولا الكورجيت، حبه واحده ديال البصل، وكميه من الشيفلور او ما يسمى بالقرنبيط. تقريبا هنا درت واحد رابعه. في طنجره غنديروا تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت، ممكن ديروا زيت الزيتون كيف ما ممكن ديروا حتى قطعه ديال الزبده. وغادي نوضعوا فيهم الحبه ديال البصل اللي قطعناها على هذا الشكل هذا، وكذلك الحبه ديال البورو. غادي نشحروهم في هذيك الزويته حتى يصبح اللون ديالهم شفاف كيف ما كتشوفوا، يدبالوا قليلا فقط. وعاد غادي نوضعوا ربع ملعقه ديال الفلفل الاسود او الابزار، وغنوضعوا تقريبا واحد نصف ملعقه ديال الملح اولا حسب الذوق. وكيف ما قلت لكم انا الاغلبيه ديال الشوربات كندير فيهم غير الملحه والبزار فقط، ما كنكثرش ليهم التوابل. صافي هنا غادي نشحروهم واحد شويه، وعاد غادي نضيفوا لهم هذيك الحبه ديال البسباس اللي قطعناها ايضا رقيق على هذا الشكل هذا.
وغادي نبقاو اي خضره ضفناها كنشحروها على هذا الشكل هذا حتى كتدبل لينا. وهذا الشيء هو اللي كيخلي لينا الشوربات ديالنا يجيو لذاذ بزاف بزاف. غنضيف كذلك الكورجيت اولا القرعه الخضراء اللي قطعناها رقيق حتى هي، ونحركوا الكل مع بعضياتهم، والنار دائما تكون مهيله. غادي نضيف هنا الشوفلور اولا القرنبيط اللي غسلته مزيان في الماء والخل، ودرت ليه الماء غليان خليته واحد 3 دقائق حتى كيتحيد لي هذاك الجهد ديالو. وعاد غادي نضيفوه للشوربه ديالنا، وحتى هو غادي نخليه يتشحر مع الخضر. وكيف ما قلت لكم السر ديال اللذه ديال الشوربه ديالكم هي انكم تشحروا الخضره مزيان في طريف ديال الزبده اولا في زيت الزيتون. وكتبقى كاخر اضافه غنضيفوا هذوك الوريقات ديال البسباس، غنفتوهم غير هكا بين يدينا، كيعطي واحد الشمه وواحد اللذه رائعه للشوربه ديالنا. صافي هنا غادي نمرقوه بالماء اللي يكون غليان، غادي نغطيو على الخضر بالماء ونسدو عليها ونخليوها حتى كطيب لينا وكتصبح على هذا الشكل هذا. يعني كتبان لكم هنا الخضره بانها كامله طيبه، واكيد راه الكميه ديال الماء كتنقص. هنا غادي نضيف ليها نصف لتر ديال الحليب، وغادي نخليه تقريبا واحد 3 دقائق اولا 4 حتى كيتبخ فيها. وعاد غادي ندوزو مباشره باش غادي نطحنوها. كنديروا كميه من الخضر وكميه حتى من السوائل. هنا قسمت الكميه على 2 باش كل طحنه يعني تاخذ المساحه الكافيه فين تطحن ويدخل ليها الهواء مزيان. كيف ما قلت لكم عطيوها الوقت تطحن وتولي بحال الشكل ديال لاموس. وهنا راه ضفت ليها معلقه كبيره ديال الفرماج اللي ممكن تعوضوه حتى بالفرماج المربع ولا المثلث، ديروا قطعتين في كل طحنه. وشوفوا ما شاء الله حتى القوام ديالها كيفاش كيكون، وبطبيعه الحال نتوما كتحكموا فيه. يعني الا بغيتوها تجيكم اخف من هكا راه كتزيدوها الحليب. بالنسبه لي انا هذا هو القوام المناسب. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي رائعه جدا. كنتمنى انكم تجربوهم كاملين، كل وحده كتنسيكم في الاخرى. كنتمنى هذا الفيديو يكون يعني استفدتوا منه ولو قليلا، يعني وخديتوا ولو فكره واحده. الى عجبكم هذا الفيديو خليوا لي لايك، قولوها لي في التعليق، وبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وكنقول الناس جداد لاول مره كيشاهدوا القناه ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليت لكم راحه الله وبسلامه عليكم.